السلام عليكم أعزائي التلميذات وأعزائي التلاميذ ممن هم مقبلون على امتحان السادس ابتدائي. مرحبا بكم جميعا. اليوم غنشتغل معكم على واحد الدرس اللي ديجا شفناه، ولكن كان تعطى سابقا على شكل امتحان التلاميذ ديال السادس ابتدائي، اللي هو كيتعلق كما كتشوفوا بالعنوان ديال الدرس ديالنا اليوم هو لا فامين. مجموعه من الامتحانات اشتغلنا عليهم السنه الماضيه وقبل منها، كاينين متواجدين في القناه ديالنا جميع اللي هي في النجاح الدراسي والمهني، فقط بامكانكم العوده لها ولاشتغل عليها من اجل المساعده والدعم والتاهيل ديالكم للامتحان باش تحصلوا على نقاط جيده. اذا نشوفوا اليوم النص ديالنا الجديد اللي هو لا فامين، وكاين في القناه ايضا الا بغيت ترجعوا ليه كدرس مشروح. اذا ما غاديش نكثر فيه هنا بزاف، فقط غادي ترجعوا ليه في القناه وغادي تلقاو الدرس مشروح. دونك لا فامين قلنا هي المجاعه، est une crise alimentaire extrême dans laquelle des enfants mais aussi des adultes meurent de faim. يعني قالك بأن المجاعة هي أزمة غذاء عالمية حادة من خلالها ماشي فقط الأطفال ولكن أيضا الراشدين أو البالغين أو الكبار حتى هما يموتون جوعا، meurent de faim. Les gens ne parviennent pas à se nourrir ni à boire suffisamment. يعني الناس ما كيتمكنوش بأنهم يحصلوا على الغذاء أو الماء suffisamment بشكل كافي pour rester en vie، لكي يبقوا على الحياة. Les enfants sont les premiers victimes، بأن الأطفال هم أول ضحايا المجاعة. علاش؟ car ils ont moins de force، لأن القوة ديالهم ناقصة بالمقارنة مع الكبار. de force que les adultes. Selon l'Organisation des Nations Unies، حسب منظمة الأمم المتحدة ONU، c'est toute la corne d'Afrique، يعني كل القرن الإفريقي. مناش كيتكون القرن الإفريقي؟ في إريتريا، إثيوبيا، لا كينيا، جيبوتي ودولة الصومال، كي مونك دو نوريتور، يعني كتفقد فيها الغذاء. علاش؟ بسبب المجاعة، أكوز دو سيشخيس. près de 12 millions، يعني قرابة 12 مليون دو بيرسون شخص sont dans une situation de grave insécurité alimentaire، يعني قرابة 12 مليون شخص يتواجدون في وضعية ما فيهاش واحد الأمن غذائي، insécurité alimentaire. Ce sont souvent les conditions climatiques، قالك أحيانا بأن الظروف المناخية qui provoque la famine التي تؤدي إلى المجاعة. مثلا عطانا en Somalie، في الصومال à cause de sécheresse successive، بسبب الجفاف المتتالي يعني مدة طويلة. il devient impossible d'irriguer les champs، يعني يصبح من المستحيل irriguer les champs، يعني أننا نزود الحقول بالماء، et de faire pousser les plantes، ومن أجل إنبات النباتات. le bétail يعني القطيع، أغنام، الأبقار، الشيء اللي بغيتو. le bétail souffre aussi beaucoup de manque d'eau، يعني القطيع حتى هو يعاني أيضا من manque de قلة الماء أو انعدام الماء. de nombreux pays، يعني العديد من الدول في العالم mènent des efforts considérables pour faire face à la famine، لكي تواجه المجاعة. منين جبنا هذا النص هذا؟ d'après Bertrand Courrèges في جريدة لو موند. فوقاش درات هذه الجريدة؟ لو 22 جويي 2011، يعني يوم 22 جويي اللي هو يوليوز 2011. شكون اللي كتب هذا المقال؟ اللي هو سميتو بيرتران، ها هو رسل لكم علينا بيرتران كوريج. صافي. دونك نمشيو دابا فهمنا النص ديالنا، سبقنا قرينا كما قلت لكم متواجد في القناة. نعاود نذكر، نشوفوا دابا الأسئلة اللي عندنا. كومبريونسيون دو ليكري، يعني فهم المكتوب. indique l'auteur de ce texte، يعني قال لك اذكر شكون هو مؤلف او كاتب هذا النص. هو هذا اللي اشرت لكم عليه، سميتو بيرتران كوريج. ها هو بيرتران كوريج. صافي. de combien de paragraphes se compose-t-il، يعني شحال من فقره مش كيتكون هذا النص. le texte se compose de 4 paragraphes، من 4 فقرات. صافي. d'après le texte، من خلال النص. qu'est-ce que la famine، كيفاش يمكننا نعرفوا لا فامين من خلال النص؟ راه عندنا التعريف الفوق اللي ترجعوا ليه. ها هو لا فامين est une crise alimentaire extrême، أزمة غذائية حادة dans laquelle des enfants، يعني من خلال الأطفال، ماشي غير هما اللي كيموتوا ولكن أيضا des adultes mais aussi des adultes meurent de faim، يموتون من المجاعة. Pourquoi les enfants sont-ils les premiers victimes de la famine؟ علاش قالك بأن الأطفال هم أولى ضحايا المجاعة؟ علاش؟ Les enfants sont les premiers victimes de la famine car ils ont moins de force، لأن القوة ديال التحمل ديالهم أقل بالمقارنة مع الكبار. Ils ont moins de force que les adultes.
هنا قال لك عاوتاني répond par vrai ou faux. La famine en Somalie est causée par la sécheresse. قال لك واش المجاعة أو في الصومال سببها هو الجفاف. نعم vrai. و لو تيتر دو سو تكست اي لو موند، واش العنوان ديال هذا النص هو العالم؟ لا، فو، عندنا حنا لا فامين. كيلي لو تيب دو سو تكست، ما نوع هذا النص؟ سي ان تكست انفورماتيف، هو نص اخباري. دون ان اوتر تيتر ا سو تكست، قال لك اعطي عنوانا اخر لهذا النص. نعطيوه لا كريز اليمونتير، الازمه الغذائيه وازمه الغذاء. ايوا باش نقول لا فامين نقولوا ازمه الغذاء. نشوفوا دابا مثلا لي كيستيون دو لونغ. ليكسيك، نبداو بليكسيك. قال لك دون لو سينونيم دو ديفي، يعني المرادف ديال كلمه ديفي كاينين بزاف. نقدروا نقولوا افرونتمون مواجهه، شالونج تحدي، صافي. عطي لونطونيم دو رابيدمون، لونطونيم يعني لو كونترير ضد، رابيدمون هي لونتومون، صافي، سريع بطيء. باغ لو مو انتروس، انتروس، صافي، يعني قال لك شطب على الكلمه الداخله. عندنا ايكولوجي، ريسيكلاج، انفيرونمون، هادو بثلاثه المصطلحات عندهم علاقه بالبيئه. وعندنا فواياج، اذا الكلمه الداخله هي فواياج، ها هي شطبنا عليها بواحد الخط بوحدها. نشوفوا لا كيسيون 10 سميتو اشنو قال لك؟ اجوت ان بريفيكس بور دير لو كونترير، ضيف واحد لو بريفيكس باش اننا نقولوا الضد ديال هذه الكلمه. عندنا ريغوليي باش نقولوا الضد ديالها، لو بريفيكس غنزيدوه ليها هو irrégulier، صافي. ها هي ريغوليي زدنا اي ار. افونتاج زدنا دي زافونتاج، دي او اس، دي زافونتاج. نشوفوا لا غرامير مينتونون. قال لك il souligne les compléments circonstanciels puis indique leur nature. قال لك سطر على الكومبليمون سيركونستانسيال وقلنا الطبيعه ديالو شكون هو. دونك عندنا اون سو مومون elle traverse la rue avec prudence، في هذه اللحظه تعبر الطريق بحذر. اون سو مومون هذا هو لو كومبليمون سيركونستانسيال، الطبيعه ديالو sa nature c'est un complément circonstanciel de temps، صافي. سؤال آخر، transforme la phrase en phrase interrogative en utilisant l'inversion du sujet، يعني قلب لو سوجي الفعل مع الفاعل. لي زونفون هذه هي الجمله الاصليه. لي زونفون لاس لا راديو الومي توت لا جورني، ان الاطفال يتركون المذياع مشتغلا كل اليوم. هنا عندنا لي زونفون لي ستيل، هو غيرنا قلبنا الفعل والفاعل. لي ستيل لا راديو الومي توت لا جورني ودرنا بوان دانتيروغاسيون ما نساوهاش. سؤال 13 مي على فورم نيجاتيف، يعني النفي. جيم لي كاروت اي لي بوم دو تير، دونك غادي نديرو je n'aime pas les carottes et les pommes de terre. N pas, ne pas. 14 on tourne le complément d'objet puis remplace-le par un pronom، يعني قال لك أحيط le pronom le complément d'objet ونعوضه بالضمير المناسب. nous participons à cette action، نشارك في هذه الحدث أو الواقعة أو بغيتو أو الحدث. إذا nous y participons، عندنا عوضناه ب Y، صافي. à quoi؟ c'est un complément d'objet indirect، ولكن عندنا واحد ا ديال فوالا، يعني كنشاركوا في هذا الحدث. transforme cette phrase à la voix passive. les écologistes protègent l'environnement، دونك هاد l'environnement غتولي هي الاولى. لي زيكولوجيست كما كنشرح لكم بالدارجه وبالطريقه السهله غتولي هي الاخرى. وغادي ندير قبل منها باغ، وغادي نشوف لو فيرب هنا او بريزون، دونك غنجيب لو فيرب اتر نصرفو في لو بريزون ونزيديه لو بارتيسيب باسي دو فيرب. دونك غادي نقولوا l'environnement est protégé par les écologistes. نشوفوا السؤال 16 écris une phrase pour exprimer la cause. عطاني واحد الجمله وقال لك دخل واحد العباره باش تدل على السبب. son petit frère a mal aux yeux، الاخ الصغير ديالو كضروا العينين ديالو. il passe trop de temps devant l'écran، لان كيقضي واحد الوقت طويل امام الشاشه. دونك دخلنا كار، جمله كامله حيدنا النقطه هنا كما كتشوفوا ودخلنا كار pour exprimer la cause car il passe trop de temps devant l'écran. نشوفوا لا conjugaison اشنو قال لنا. فوالا conjugue les verbes entre parenthèses au temps demandé، صرف الافعال بين قوسين في الوقت في الزمن المطلوب. selon أيوب، حسب أيوب، une fois arrivé à تاونات، بمجرد الوصول لتاونات، نو عطانا لو فير سو برومني وقال لك ان بو اون فيل، فين نصرفوه في لو كونديسيونيل بريزون. دونك كنحافظوا على الفعل في حالته الطبيعيه كما هو وكنضيفوا ليه لي برونون لي تيرمينيزون ديال لامبارفي. نو برومينوريون، ما نساوش لاكسون، برومينوريون un peu en ville. Réfléchir la deuxième personne du pluriel. Deuxième personne, voilà. Deuxième personne, voilà, singulier. Réfléchissez, donc on a dit réfléchissons. Donc on a dit réfléchis, ça fait on a dit le pluriel. Réfléchissons
avant de consommer قالك في l'impératif avant de consommer يعني فكر قبل ما تستهلك. السؤال 19 nous s'apercevoir que l'avenir est difficile passé composé donc nous nous sommes aperçus إلا درنا le féminin إلا قلنا ندير le féminin كيهضروا خصنا نزيدو نزيدو اس قلنا المذكر masculin singulier نديرو غير اس que l'avenir est difficile يعني المستقبل صعب. la tour Eiffel برج ايفيل عطانا صرفها في l'imparfait وعطانا le verbe être غادي نقولو était le monument le plus courant. les filles عطانا le verbe prendre le train de 20h يعني كياخدو القطار اللي كينطلق في الثامنة مساء نصرفو le verbe prendre في le futur simple donc غادي نقولو les filles prendront le train. السؤال الآخر il applaudit fort قالك صرفو في le conditionnel présent donc غادي نقولو il applaudirait fort ها هو le verbe applaudir في حالته الطبيعية دخلنا عليه لي terminaison a été ديال l'imparfait باش نحصلو على le conditionnel présent. غادي نشوفو دابا l'orthographe. Accorde correctement les mots entre parenthèses. Affoler, les brebis s'enfuir. Les brebis c'est féminin pluriel. Donc affoler, c'est un le 2 accent S. Les personnes que Sylvie a rencontrées étaient tout à fait charmantes. Donc هنا que c'est un pronom relatif. عندنا a rencontré c'est un le accent était tout à fait charmante. 24 mais au pluriel. Un chou, des choux. أنا كتبت لكم هنا ديكلو. Je m'excuse. Un chou. des choux avec X وعندنا un pneu des pneus avec S كما شفنا في الدرس ديال شفنا د l'orthographe. maintenant on complète avec peu عندنا le verbe peut وعندنا peu هذا le verbe être وهنا c'est un adverbe. le maire peut sensibiliser يمكن هذا فعل peut sensibiliser les citoyens qu'avec peu بأقل مجهود on réalisera nos objectifs. إذا شكرا لكم أعزائي التلاميذ والتلميذات على حسن الإنصات والمتابعة. ما تنساوش عاودوا تراجعوا هذا الامتحان مرة وجوج باش تدخلوا المعلومات الأذهان ديالكم وتبقى في الذاكرة البعيدة المدى. نتمنى لكم إن شاء الله الحصول على نقاط جيدة. ما تنساوش كما قلنا تعبروا الإعجاب ديالكم بالقناة وتخليوا التعاليق ديالكم وما تنساوش المشاركة في القناة كما العادة كما نقول. شكرا لكم وإلى درس لاحق أو امتحان نموذج امتحان لاحق إن شاء الله.